مزيلات العرق أو حقات الريحة العرق سموها اللي تسمونها. وش الأنواع المستخدمة طبيا؟ جسم الإنسان يتخلص من السموم في 4 مناطق بالجسم غير العرق العادي اللي يطلع من صدرك وظهرك، موضوع ثاني هذا. المواقع هذه خلف الأذن، خلف الركبة، بين الأفخاذ، وتحت الإبط، يخرج السموم اللي بالجسم. وأغلبية السموم تخرج من تحت الإبط، هذه الأغلبية العظمى. الديودرنتس هذه حقات العرق 90% منها تغلق المسامات وتخلي جسمك يحتفظ بالسموم، والسموم تنحبس في العقد الليمفاوية في الإبط، والنساء يصيب لهم والعياذ بالله سرطان. الرجال أقل لأن عندهم شعر، تكرمون من البداية للنهاية، عندهم شعر، فالدواء اللي تحطه يمسك بالشعر ما يلزق على الجلد زي النساء. وش المواد الرئيسية اللي تحبس العرق ما تخليه يطلع؟ ملح الألمنيوم وكلورايد الألمنيوم. كلورايد الألمنيوم يسمى محليا شناذر، عندنا بحايل يسمونه شناذر، بودرة بيضاء، وهي نفسها المادة البيضاء يعطونها للصقارين، معروف شغله للصقور، وهذا شناذر. طبعا الآن غير الملح الألمنيوم وكلورايد الألمنيوم بعد طلعت مواد أخرى يعجنونها مع بعض وهذا، وتؤدي نفس الشيء لتسكير المسام، خطر. أنا الآن في أحد البقالات الكبيرة معروفة وعندهم قسم كبير حق هالمواد. للأسف أني لم أجد إلى الآن مزيل عرق لا يحتوي على هالمواد المسرطنة، كلها تحتوي عليه. بعلمكم وش اللي يكون مكتوب على هالمواد هذه اللي فيها حجب العرق، اللي تحجب العرق. بوريكم الحين بس هذول مثال من مليون مثال، وبوريكم انواع كثير. انا ما اسوي دعايه مضاده لهذا، لا، لكن الجميع مكتوب انتي بريسبيرانت. بالانجليزي بريسبيرانت التنفس، يمنع زي ما تقول تنفس او خروج. هذا هو المضر، وموجود في كل الماركات. علشان اكون عادل، انتي بريسبيرانت كلها تمنع. شوف هذا انتي بريسبيرانت كلها مضادة بكل انواع. ابحثوا عن اللي مكتوب فقط ديودرنت. اذا في انتي بريسبيرانت هجوا ديودرنت فقط، هذا معناته عطر فقط، هذا ممتاز. شو هذا؟ انتي بريسبيرانت كله انتي، وكل الماركات. انا ما اقول ماركة، شوفوا قانونيا أنا لا أتحدث عن ماركة معينة أقول هذه لا تأخذونها، أنا أقول عن المحتوى. يجوز كل الشركات، أنا اللي قدامي أنا لا أتحدث عن الشركة، المحتوى. أنتي بريسبيرانت روحوا إذا حطت شركة ديودرنت فقط ما مكتوب أنتي بريسبيرانت خذوه. بس وين نلقاه؟ للأسف ما يوجد إلا في بعض من الصيدليات. أنا والله من البحرين أجيبه في صيدلية البحرين عند مدخل مدري كم في السيتي سنتر، وقيمته 3 أضعاف اللي ما فيه المادة هذه، واعرف انه فيها سر، معناته فيها سر. عندهم رخيصة، الشناذ الرخيص، فيعطي نتيجة الناس يستانسون، يقول ما في عرق، خلى العرق يطلع. بس حطوا شيء يروح الريحة اللي هو ديودرنت فقط. اصلا بالعقل كاتبين عليه انتي يمنع التعرق. الله سبحانه ليش خلانا نتعرق؟ هم يمنعونه ليه؟ السموم تبي تطلع من جسمك، انت تحط مادة تخليها السموم تقعد بجسمك، ما يبي لها تفكير. بحثت ووجدت هذا ديودرنت نيفيا مان، ما سوي لهم والله. قعدت بحث حتى اشوف بشركات اخرى، ولقيت هذا جوفان 10 ريال، يعني بعد ممتاز. فقط ديودرنت سبراي، ممتاز فيه رجالي ونسائي. أتمنى أني أفدت، والآن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أنتم وكل من تحبون. السلام عليكم. عبد الرحمن العجيمي، السعودية.